مبدئيا بس قبل ما ابتدي الفيديو احب اشكر العميل السري للنادي الاهلي اللي على وشك او خلاص هو على اعتاب النادي الاهلي الموسم الجاي، حسام عبد المجيد، اللي كنا عمالين بنشيد بيه اخر كام ماتش وقعدنا نقول مدافع مصر الاول واحسن مدافع في الكون. قدر ان هو في نص ساعه بس يخلي النادي الاهلي متقدم على الزمالك 2-0. مبدئيا تشتيته يعني يا راجل، ده انت لو سبتها هتروح للمهدي سليمان ضعيفه، خبطت فيك فاضطريت انك تلعبها وتلعبها لطاهر كمان، يعني لعبتها وحش. تاني كوره بتديها لفتوح مش في رجله، مش في رجله. راح فتوح طبعا نام فيها سنتين، خد طلقه طخ راح وقع نام ساعتين. بقى 2-0 في نص ساعه. وكالعاده طبعا بن شرقي قدام نادي الزمالك في كذا في الثلاث ماتشات اللي لعبهم هو سجل فيهم. ثلاث ماتشات. اول ماتش ليه في الدوري قدام الزمالك سجل، ماتش السوبر سجل، ماتش الدوري ده سجل. كل المطوشه سجل فيها اللي لعب فيها. حسين الشحات نفس النظام، كعبه عالي على الزمالك، هتجيبها يمين هتجيبها شمال، حسين الشحات كعبه عالي على الزمالك بيسجل فيه. يا جماعه هي في لعيبه مرزقه قدام الزمالك، من ضمنهم حسين الشحات. فمش هنضحك على بعض، محمد شريف كان برضو مرزق على الزمالك. فهي مش هنضحك على بعض. حسام عبد المجيد اللي تقريبا انا هفضل اتكلم عليه النهارده لانه عمل كل حاجه غلط، كل حاجه عملها غلط النهارده. يعني ما فيش حاجه مثلا تشفع له. ده بيلين كمان ضيعه، اللي هو ممكن هيرجعك في الماتش الدقيقه 51 ولا الدقيقه 52 بعد 5 6 دقائق من بدايه الشوط الثاني، وقت حلو قوي يبقى 2-1 تبتدي تركب الماتش وانت في الوقت ده اصلا كنت ضاغط على النادي الاهلي. حس قال له بس زي ما هوريكم دلوقتي كده، بص على الزاويه 5000 مره. شوبير ركز في عيني، انا هبقى اشوط هنا، ركز، انا عايزك تبقى مركز كده عشان هشوطها في الزاويه اليمين بتاعتك. راح شوبير صدها تألق على حس. الزمالك نازل الماتش مش ده الزمالك خالص، مش ده اللي عايز يكسب، يعني مش ده اللي بيقول انا موجود. الزمالك نازل الماتش خايف مرعوب مش عارف، اللعيبه فيها حاجه غلط. يعني في لعيبه كده بتبقى المفروض مؤهله نفسيا، لان ده الماتش ده نفسي اكتر من انه فني. يعني المفروض بتبقى قبل الماتش كده، لو انت ذهنك حاضر انك عايز تركب الماتش هتركب، لو انت يعني ذهنك مش، مراتك منكده عليك هتنزل خلاص انا اوت اوف جيم. فهو ماتشات الديربي بالذات بتبقى نفسيه. فاللي انا شايفه لا، الزمالك نفسيا زي الخرا. ايه ده يا راجل، ده ليهم حق جماهير الاهلي لما قعدت تقول 1 2 اخوان بزيرة فين؟ هو فين بزيرة النهارده؟ كان ماشي معمول عليه النادي كله يعني نادي الزمالك كله كان النهارده وحش كله باستثناء محمد اسماعيل، لان ده من وجهه نظري تاني واحد في مان اوف ذا ماتش، لان طبعا زي ما قلت حسام عبد المجيد مان اوف ذا ماتش للنادي الاهلي ولينا، هو لعيب واحد ياخدها. فمحمد اسماعيل بصراحه عمل كل حاجه النهارده، وبيلعب عليه مين؟ بيلعب عليه بن شرقي وتريزيجيه وكوكا، فبيلعب عليه 3 هجوم بس. بزيرة بيرجع خقة شويه وشويه، لا عدي لما كان في الجبهه بتاعته ما كانش بيرجع، فنص الملعب بتاعنا فاضي، فاضي تماما. انا مش فاهم دي منظر فرقه عايزه تكسب دوري. انا خد المفاجاه بقى ان ممكن الزمالك لو تعثر في ماتش او في ماتشين من الماتشين الجايين تلاقي نفسك انت اللي مركز ثالث. يعني الاهلي يكسب الماتشين الجايين، انت تعثرت في الماتشين الجايين انت مركز ثالث. انت متخيل؟ بعد ما كنت انت اول الدوري ممكن تبقى ثالث، يعني ممكن انت اللي تشارك في كونفدراليه فعلا. يعني لعيبه الزمالك لو ما فاقتش من اللي هي فيه حرفيا هتشارك في الكونفدراليه. بيراميدز متساوي معاك في النقط دلوقتي 50 50، بس انت عشان المواجهات المباشره ففي صالحك انت الاول. تكسب الماتشين الجايين خدت الدوري، تعثرت في واحد بيراميدز ركبت وانت مركز تاني. انا اهم حاجه عندي ان انا ادخل افريقيا. يعني انا من ماتش بالظبط، ماتش واحد بالظبط كان طموحي ان انا اخد دوري. انا باللي انا شفته النهارده ده انا طموحي ادخل افريقيا. مش عارف بصراحه اقول لكم ايه، حسبي الله ونعم الوكيل.